هاتي ورقة جورنان او ورقة من ورق الجرايد وتعالى اقولك ازاي تسوي البطاطا وتطلع معاكي عظمة على عظمة على عظمة. حاجة كده خيال، حاجة بتدوب في البق. لما تجربيها هتعتمديها وكل اللي هيدوقها هيقولك عملتيها ازاي. الوصفة دي جميلة جدا وسهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. فاتمنى بجد فيديو النهاردة ينال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نبدأ في الوصفة بتاعتنا. عشان نعمل الوصفة بتاعتنا عندي هنا 2 كيلو من البطاطا. لما بروح اشتري البطاطا بشتريها الرفيعة الصغيرة، ما بحبش اشتريها اللي هي الكبيرة قوي دي اهم حاجة. لو شارية لو في منها كبير حطيه من تحت في الحلة، والرفيعة حطيها من فوق واغسليها كويس قوي ورصيها بالطريقة دي. اهم حاجة ما يكونش في الحلة ولا نقطة مية، يعني تصفيها كويس قوي من ميتها. بعد كده عندي ورقة من ورق الجرايد او ورقة جورنان، ببدأ ابلها مية بالطريقة دي وبنبدأ نغطي البطاطا بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. الطريقة دي جميلة جدا، مفيش حد دقها من تحت ايدي بالطريقة دي الا وشكرها. طبعا بعد ما بغطيها كويس قوي ببدأ ارفعها على نار عالية واسيبها لحد لما الحلة تسخن معايا كويس قوي. طبعا هنا كانت الحلة سخنت قوي كويس معايا. اهم حاجة تتابع الحلة، هي بتاخد دقيقة دقيقتين وتكون سخنت جامد قوي على نار عالية. طبعا شايفين البخار اللي طالع منها. ببدأ اغطي عليها النار وهدي النار على الاخر واسيب البطاطا معايا تبدأ تستوي. شايفين الجمال؟ هنا كان عدى عليها بالظبط نص ساعة. شايفين البخار اللي طالع منها؟ طبعا ببدأ بالطريقة دي. شايفين في المرحلة دي طبعا ببدأ انزل عليها بالسكر. بصوا هي مستويتش، هي لونها اتغير، فعلى طول ببدأ انزل عليها بكوباية من السكر. هتقولي لي السكر كتير، لا السكر مش كتير، انا بكتر عن كده كمان. ليه؟ لاني بحب الشربات بتاعها اللي بينزل. طبعا السكر هيبدأ يسيح وهي هتبدأ تنزل مية، فبيعمل لي شربات طعمه جميل جدا، شربات البطاطا. فده ببدأ احط على البطاطا بعد ما بتستوي وانا باكلها. بس كده. بعد ما حطينا السكر بنرجع نغطي عليها تاني بالورقة وبنبدأ نغطيها، نغطي الحلة يعني، واسيبها معايا لحد بقى لما تنزل ميتها وتستوي بقى في الشربات بتاعها وتستوي كويس قوي. تعالوا بصوا هنا السكر هنا كان معايا داب. حبيت اوريهولكم برضو انه بصوا السكر داب والبطاطا نزلت ميه مع البخار ده، وانا بسيبها كده لحد لما تستوي حلو قوي. لانه بصوا البطاطا كانت خدت نص تسويه، لسه ما استوتش كويس قوي. بس كده برجع اغطيها تاني واسيبها بقى تستوي كويس قوي معايا. هنا طبعا كانت البطاطا بقى ايه، بقت عسل عسل نحل كده. شايفين؟ في المرحلة دي ببدأ ألم الورقة دي خلاص وهبدأ أرميها. وبنيجي بصوا على البطاطا استوت كويس قوي، بس الشربات بتاعها كمية شايفين لسه سايل. في المرحلة دي أنا أسفة اللقطة اتمسحت، نزلت كيس من الفانيليا، رفعت النار على الآخر. برفع النار على الاخر وبنزل كيس الفانيليا واغطي عليها واسيبها لمدة 6-7 دقايق على نار عالية، وبعد كده بطفي النار. بتبقى ريحة كده وطعم حاجة خيال. طب الفانيليا بتعمل حمو، انا مش حابة احطها، ما تحطهاش خالص، سيبيها 10 دقايق تغلي على نار عالية على بال ما الشربات يبدأ يتماسك معاكي وتبدأ المية اللي فيه تقل. على طول ابدأي اطفي عليها النار. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ ده كمان هي سخنة. لما بتبرد بقى الشربات بيبقى كده تقيل وبيبقى طعمه جميل جدا. يعني البطاطا دي كل ما بتقعد كل ما بتحلو كمان. شايفين؟ والله العظيم حاجة تفتح النفس على الأكل، من الوصفات الجميلة جدا. وده حلو سهل وسريع ورخيص جدا، ممكن تعمليه بمنتهى السهولة في البيت. تعالوا بصوا بصوا، حاجة جميلة جدا. انتوا لما تجربوا الوصفة اساسا هتعتمدوها من كتر جمالها. البطاطا بالطريقة دي خيال. انسي اي وصفة بطاطا جربتيها قبل كده وجربي الطريقة دي. تعالوا بقى ننزل عليها بقى بالشربات بتاعها في طعم البطاطا، فطعمه جميل جدا. بصوا نبدأ نغرقها كده. طبعا انا كل ما باخد واحدة بطاطا ببدأ افتحها وانزل بالشربات في قلبها وببدأ اكلها. حاجة كده خيال، بتوديك في عالم تاني من كتر جمالها.
طبعا زي ما قلت لكم دول 2 كيلو بطاطا، نزلت عليهم بكوبايه كبيره من السكر. هتقولوا الكوبايه دي ممكن تكون 170 جرام او 200 جرام، مش اكتر من كده. بصوا البطاطا معايا عامله ازاي. على فكره لو انت حابه تعملي عصير مانجا، البطاطا دي لو عندك ومستويه بالطريقه دي، خدي واحده وقشرها من قشرها وارميها مع المانجا في الخلاط. اقسم بالله بتخلي قوام المانجا تقيل جدا وما بتاثرش في الطعم، بس بتخلي عصير المانجا جميل جدا. جربي الوصفه عصير المانجا بالطريقه دي وقولي لي على رايك فيه. بجد وصفه النهارده جميله جدا وسهله وسريعه وما بتاخدش وقت خالص. فاتمنى بجد تدعموها بلايكاتكم وبمشاركاتكم، ومستنية آرائكم في التعليقات طبعا، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.